سنة 2020 كان في تليفون نازل من شركة ال جي. التليفون ده كان بشاشتين، بس مش بشاشتين اللي انت عارفهم دلوقتي ان انت تقدر تفتح التليفون كده يبقى فولد او فليب حتى. لا، كان الموضوع مختلف شوية. كان اسمه ال جي وينج. التليفون ده كان فيه حركة روشة كده ان انت بتقدر تلف وتسويتش الشاشة، تلاقي تحتها شاشة بس بالعرض. يعني يبقى عندك شاشة لاندسكيب، في نفس الوقت عندك نص تليفون تحت تقدر تستخدمه استخدامات كتير جدا، او ده اللي كانت بتقوله ال جي وقتها. التليفون كان بيلف 90 درجة، كان بيفتح شاشة ثانوية تانية تقريبا بحجم نص الشاشه الاصليه. كانت بتقدر تستخدم بيها شويه مميزات زي ان تفتح منها المابس او ان ترد على مسجات الابلكيشن عموما. يعني نقدر نقول انها بتساعدك في المالتي تاسكينج بشكل او باخر. غير كمان ان الكاميرا الاماميه هنا ما كانتش موجوده، وكانت بتيجي بوب اب من ورا الشاشه، كانت بتطلع من الفريم. يعني نقدر نقول ان ال جي استثمرت كل التكنولوجيا الحديثه اللي كانت واصله لها في التليفون ده. طب ليه ما نجحش؟ غير ان هو كان سابق عصره، بس نقدر نقول انه ما كانش عملي كفايه بالشكل اللي يخليك كمستخدم محتاجه. يعني انت مش محتاج تكنولوجيا زي دي تبقى معاك. وفي نفس الوقت احنا عندنا فوبيا من التليفونات البوب اب او الاجزاء اللي بتتحرك من التليفون، ما نتقبلهاش كمستخدمين لحد النهارده. حتى في اجهزه الفولد ناس كتير قوي تقدر تشتري فولد بس بترفض فكره الفولد عشان بس ان هو في اجزاء بتتحرك. فنقدر نقول ان ال جي سنة 2020 قدمت تليفون كان منافس وبشدة، قدمت تليفون فيه كل الإمكانيات اللي تقدر توصل لها، بس للأسف فشل والشركة انتهت. وده كان فيديو جديد من الحنين للماضي. متنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتقول لنا لو التليفون ده انت استخدمته قبل كده او استخدمت تليفون شبهه. معاكم حازم تك فيو، سلام.